النقطة الأولى هي توقيع الاتفاقية ديال الشراكة ما بين بلدية سيدي فني والمندوبية السامية للمياه والغابات بالمعية ديال الجهات المدن فيما يتعلق بخلق الأحزمة الخضراء حول المدن، وتم التصويت عليها بالإجماع تقريبا بالإجماع نظرا لأهمية هذه الاتفاقية والدور ديال الأحزمة الخضراء في حماية المدن. هذا متعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية متعلقة بنقل أموات المسلمين عن طريق سيارات الإسعاف ديال الجسم. النقطة عرفت شيئا من شد والجذب ما بين الأعضاء باعتبارهم إخوان في المعارضة، أبوا إلا أن يتشبثوا بالمقرر السابق المتعلق بمجانية سيارة الإسعاف بالنسبة للمرضى والموتى ديال المسلمين. للأسف السيد رئيس المجلس البلدي بالمعية ديال المكتب يقولون بأن هذا المقرر تم إلغاؤه من طرف السلطة. نحن نتفهم هذه المسألة هذه باعتبار أنه لا بد من تطبيق القرار الجبائي، ولكن نحن سبقا وأشرنا بأن ضرورة التخفيض من السومة ديال القرار الجبائي، لأن لا يمكن للمواطن أن يتنقل في سيارات الإسعاف وأن يقوم بأداء حوالي 2.5 على الكيلومتر، وبالتالي هذا إجحاف في حق المرضى والمعوزين. ونحن نعرف بأنه جميع الحالات التي يتم نقلها بهذه الطريقة ديال سيارة الإسعاف للمجلس البلدي هما حالات فقيرة ومعوزة، وحنا كنا كمعارضة في اتجاه أنه يتم إلغاء هذا القرار الجبائي باعتبار أن السلطة رفضت هذا لأنه غير قانوني كما قال السلطة مفتي السلطة ومكتب السيد رئيس المجلس البلدي. فنحن صوتنا بما يمليه علينا ضميرنا في إطار أنه كان هناك شد وجذب ما بين خيارين، يا إما الإلغاء ديال المقرر السابق أو التأجيل ديال هذه النقطة. هذا كان اقتراح ديالنا في المعارضة، يتم التأجيل ديال هذه النقطة إلى الدورة المقبلة ريثما يتم التعديل ديال القرار الجبائي من طرف مكتب السيد الرئيس والسيد الجابي يتم التصويت عليه. كان هناك اختلاف، ولكن عموما نحن نتمنى بأنه الأمور تخرج من المجرى الحقيقي ديالها اللي فيه الصالح ديال المدينة وديال المواطنين.